رمضان كريم فتح يا عليم 30 يوم فيه انا وسعاده. قعدة رمضان حلوه يا جدعان، شهر الاحسان كله عباده. رمضان كريم فتح يا عليم 30 يوم فيه انا وسعاده. قعدة رمضان حلوه يا جدعان، شهر الاحسان كله عباده. والناس بتقول ملناش غيره، بيهل علينا كده بخيره. وكريم والله وكرمته أغلى رزقه على الله وزيادة. رمضان كريم احلى حاجه دخول شهر رمضان علينا. كل سنه وانتم كلكم طيبين، كل اخ واخت عندي في القناه كل سنه يا رب وانتم معايا، وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يجعله شهر كرم وخير علينا دايما يا رب. اول حاجه خالص اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حبايبي وحشتوني كتير والله. ان كنت بس اتاخرت في الفيديوهات اليومين اللي فاتوا دي غصب عني، بس خلاص بقى ما عادش في كسل بقى. ان شاء الله اليومين الجايين كلهم نشاط، عايزين بقى حمله بقى لتنظيف الشقه عشان نستف كل الحاجات دي مع بعض. انا بالنسبه لي واكيد انتوا كلكم زيي مبسوطه قوي بدخول شهر رمضان علينا. كل سنه وانتم طيبين يا رب، وربنا يا رب يجعله كده شهر سعيد علينا كلنا. رمضان يا جماعه ده انا عايزه اقول لكم ان بيبقى ليه فرحه تانية خالص، بجد بيبقى كله خير وكله بركه. فتعالوا بقى ما اقول لكم انا جبت ايه وحبيت افرح نفسي بايه. انا يعني كان عندي حاجات، يعني انا مش كل الحاجات دي انا شارياها المره دي يعني السنه دي. لا انا كان عندي حاجات، يعني اللي هو الفانوس الخشبي ده كان عندي بقاله 3 سنين، حتى انا جايباه خشب. يعني بيبقى احلى من الاصفر التاني، بحس ان التاني يعني ممكن بيصدي وكده، لكن ده بيفضل محتفظ بنفسه. الستاره بقى دي لو اقول لكم انا نفسي فيها بقالي فتره، يعني بقالي 3 سنين والله انا كان نفسي اجيبها. فجبتها بقى السنه دي. اللي شجعني ان انا اجيبها ان انا عندي حاجات كتير، فتقريبا جبتها هي وشويه حاجات بساط. بس عايزه اقول لكم انها تحفه بجد بجد جميله، على قد ما هي ممكن تكون غاليه شويه بس احسن من اي حاجات تانية، عشان كده انا جبتها السنه دي. طبعا بقى عندي الفانوس التاني دوت، وده مفرش. انا كنت السنه اللي فاتت كان جوزي جايب مفرش اللي هو رمضان ده كان على السفره كله، فانا جبت ده بصراحه صغنن كده عجبني. برضو جبته. بصوا انا بموت بقى في الحاجات اللي فيها بوج وطمطم، حاجات بتاعت جيلنا احنا يعني، فاهمين الحاجات بتاعتنا احنا، دي كانت ايامنا. دي مفارش كده للتلاجة بقى، نمسك بقى التلاجة بتاعتنا نغسلها بقى ونظبطها، ونحط المفارش ديت عشان نرص بقى ان شاء الله حاجة رمضان. جبت ايه تاني؟ برضو الصينية دي عجبتني قوي، مكتوب عليها رمضان كريم. بصوا انا هقول لكم على حاجه، هي حاجات مش كتير بس حاجات بتفرحك بتبسطك. انا كنت في المحل يعني واحنا بنشتري وكده، ما شاء الله الناس كلها، يعني انا واحده بتقول ايه انا عايزه افرح نفسي بحاجات رمضان دي، فعلا والله. هي على قد ما هي حاجات بسيطه بس بتفرحي بيها من فرحتك بدخول شهر رمضان علينا. ديت برضو عندي اللي هي بوجي وطمطم، دي اصلا خشب. ومحطوط بقى عليها رسم، بس شكلها بصراحه حلوه قوي عجبتني. جبتها برضو، والاسعار كلها حاجات والله اسعارها حلوه قوي. يعني الصواني او الحاجات دي ما بتتعداش 22 جنيه 23 جنيه، يعني حاجات اسعارها حلوه وفي نفس الوقت بتفرح. ده بقى طقم الخشاف. اصل بصوا اهم حاجه في رمضان بقى الخشاف بتاعنا. انا ما بعرفش اكل خشاف الا في رمضان، يعني ما بتبقى تمر بعد رمضان لا ما بعرفش اكله. بصوا شكله تحفه بجد عجبني قوي على فكره. انا عندي كاسات كتير وعندي حاجات من دي، بس ما اعرفش هو الطقم ده عجبني قوي، وحبيت ان انا اجيب للتمر حاجه جديده السنه دي. هو شكله ما شاء الله، يعني هو بسيط، يعني هو يعني ديكوره بسيط بس حاساه شيك وحلو. قولوا لي بقى في التعليقات هو فعلا حلو ولا ايه. وسعره كمان اللي حلاه، يعني هو تقريبا سعره ب100 جنيه بس، فهو بصراحه عجبني. ده طبعا طقم الخشاف بتاعي، وده الاطباق بتاعتها برضو ممكن تنفعك في اي حاجه، لو عندك ضيوف ولا حاجه وحابه ان تحطي فيها جاتوه بسبوسه اي حاجه برضو هتنفع. يعني حاولي ان انت تجيبي الحاجه اللي هي يعني تنفعك في حاجات كتير. ده المفرش بقى اللي كان عندي من السنه اللي فاتت. هل بقى هو هينفع على السفره المره دي؟ مش هينفع لسه برضو، واحنا بنفرش هنجرب ونشوف كل حاجه. طبعا قبل ما افرش اي حاجه وقبل ما اعمل اي حاجه في الشقه همسك بقى طبعا الشقه بتاعتي انضفها كده بقى ونظبطها مع بعض، هنعمل كل حاجه مع بعض. هو بقى اللي جاي ده ان شاء الله باذن الله روتينات نظافه بقى ونشاط ما اقولكوش. هنمسك المطبخ اول حاجه، وقولي لي بقى ارص الحاجه ازاي واستفها ازاي. بصوا انا بحب اخد رايكم والله، وبحب اصلا اشارككم كل حاجه في حياتي.
خلصنا بقى وستفت حاجتي دي كلها عندها طبعا عشان نطلعها بعد التنظيف وكده ونفرشها. ورحت بقى عند ماما، كانوا خلاص ماما طبخت الاكل. هو بصراحه يعني هو اكل بسيط، يعني هو احنا كنا عاملين رز ومعاها فته، وكمان بقى ايه فراخ وشوربه وبسله وكده. المهم اتغدينا وخلصنا، واخويا بقى قال لي تعالي نخرج نشتري شويه طلبات. قلت له يلا. خدوا بالكم الجو اليومين دولت بصراحه جو صيف خالص يعني، جو حلو، فكان الخروج اصلا بصراحه جميل. فالمهم خرجنا، لففنا بقى شويه كده في العربيه، وبعدين بقى ايه قلت ادبسه بقى تدبيسه حلوه كده، خدته ورحنا جبنا شويه حلويات. فهو يعني ايه، بص انا ماليش في الفاكهه كتير يعني، فقلت له لا بص احنا نروح على طول نجيب بقى ايه تورتايه جاتوهات اي حاجات من دي بتبقى بصراحه احلى. المهم بص هو كان يوم والله حلو قوي، او بتحسي التغيير عن الروتين اللي انت ماشيه فيه على طول. حاولي ان انت تغيري جو، حاولي ان انت تطلعي من المود بتاع كل يوم التنظيف والطبيخ ومذاكره ولادنا. لازم يا جماعه جزء من الترفيه، والا بجد احنا هنمل. بصوا هو حياتنا اصلا يوميا ان انت تطبخي هتنضفي هتعملي. حاولي ان انت يبقى في تغيير شويه في حياتك، اكيد الوضع هيبقى مختلف خالص. بالمناسبة بقى كان في واحدة من المتابعين سألتني على تنظيف الانتريهات يعني، وقالت لي على موضوع فانيش. بصوا هو فانيش حلو وكل حاجة، بس بصراحة انا بخاف منه، لان يعني استعمال على استعمال فعلا بيبوظ القماشة خالص، يعني بيخلي القماشة تضعف لدرجة انها ممكن تتقطع منك، لا او ممكن تغير لون. انا نصيحة مني لما تيجي مثلا تستعملي منظفات عشان تنظفي الانتريه بتاعك، يعني انا مرة جبت منظف اصلا للقماش والانتريهات ما عملش اي حاجة. بصوا ما جابش معايا اي نتيجة خالص. احلى حاجة خالص هاتي اللي هو الاريال اللي هو الجل، او البرسيل الجل حسب بقى اللي انت بتستخدميه، وتحطيه مع ميه وشويه كلور الوان صغننين مش كتير بس، ودعاكي اي مكان بقى في الانتريه. بصي بتلاقي الانتريه بجد رجع جديد وبقى زي الفل. انا بالنسبه لي بغسل كده، وطبعا حاولي ان انت تهوي الشيلت بره، او لو الانتريه ذات نفسه تشغلي عليه المروحه بحيث ان هو ينشف ويبقى حلو. اشترينا بقى شويه الطلبات اللي احنا اشتريناها ديت، واخويا بقى جاب لنا القنبله الصغيره دي. بصوا عايزه اقول لكم انها دسمه جدا يعني، بجد كانت تقيله قوي. ورحنا بقى وقفنا شويه في المكان بقى الحلو ده وكلناها وكده. اليوم عندي خلص. طبعا انا بحب والله اوريكم كل يوم بيومه، او لما بكون مبسوطه ان انا اصور معاكم. ربنا يديمكم في حياتي نعمه يا رب. انتظرونا بقى اليومين الجايين بجد، اللي فات حاجه واللي جاي حاجه تانية خالص. ان شاء الله باذن الله فيديوهات جامده. شايفين بقى المناظر بجد بقى اللي تبسط وتفرح بجد، حاجات حلوه قوي قوي. ربنا يديم علينا الفرح دايما يا رب يا رب بجد، ويجعله شهر خير علينا، وكل سنه وانتم رمضان كريم فتح